صباح الفل والهنا والسعد على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وبنبتدي يوم جديد، شمس تنور كل بيت، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم ما كانش حلو خالص الفيديو اللي فات، مع انه كان حلو جدا، بس ماشي مسامحاكم المرة دي. تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. لو انت جديدة على القناة اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. يا ترى عاملين ايه واخباركم ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. وخرجتوا فين وعملتوا ايه وقضيتوا العيد فين؟ بقالنا يومين اهو، النهارده تاني يوم العيد. يعني الفيديو ده هينزل لكم بكره يعني ده تالت يوم العيد يعتبر. خرجتوا فين وعملتوا ايه واتفسحتوا؟ نمتوا في البيت؟ قعدتوا اكلتوا ايه؟ قولولي عملتوا ايه. النهارده بقى عندنا روتين حلو، هنظبط الاوضه ديت، هنشيل الملايات دي وهنفرش ملايات غيرها وهنروق وهنكنس وهنظبط الدنيا. يلا بينا نبتدي ونشوف يومنا ماشي ازاي. بس معايا عملت قهوتي كده على السريع، وقلت كده اشربها على السريع قبل ما ابتدي كده في الاوضه. بحاول اشربها بسرعه عشان اخلص. صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي مني، وربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمكم مني ابدا، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري دايما دايما يا رب. متشكرة جدا للمتابعين الحلوين اللي بيقولوا في حق كلمة حلوة. ربنا يخليكم ليا ويسعدكم ويطبطب على قلوبكم ويفرحكم ويديمكم نعمة في حياتي. تعليقاتكم الجميلة سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على اي منصة تانية بتفرحني جدا جدا. وطبعا الكلمة الحلوة بتفرح اي ست مصرية او عربية تقدر توصل محتواها. وطبعا المتابعين الحلوين اللي في ظهري دايما بحبكم جدا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا. النهاردة هنبتدي الروتين بتاعنا زي ما انتم شايفين في اوضة الاطفال. وعايزة اقول لكم انها هتقلب تعدل، وبالذات السرير اللي انا داخله اعمله ده. يعني التاني اتعمل خلاص، مخدش في ايدي ثواني اهو زي ما انتم شايفين. نفضته وشلت الستارة كده علقتها على الشباك، وفرشت الملاية النظيفة وغيرت المخدة، وادي قدامكم بقى زي الفل. تعالوا بقى نخش على السرير التاني ده بقى ليه معاملة خاصة، لان هو الوحيد اللي بيتهلك اكتر من التاني. الولاد على طول قاعدين عليه، اي لعبة اي حاجة تلاقوهم قاعدين عليه، فمبهدلينه بطريقة ما اقولكوش. فانا هعمل ايه؟ هشيله وهشيل المرتبة وهشيل الدنيا وهفوره معاكم دلوقتي وهكنسه وهمسحه من تحت. بص الولا واكل عليه جاستن الطبق، كان فيه اكل واكل عليه، يعني العيال مدمرين السراير حرفيا يعني. بصوا بقى هنا، بصوا شلت بقى ايه. انا حاطه زي ما معوداكم ان انا البطاطين والدفايات والحاجات دي عشان ما عنديش مساحه ليهم، ولا حتى عندي مساحه لو جبت لهم شنط ولا حاجه اشيلهم فيه. فبحطهم كده تحت المراتب، وقرب ما يدخل علينا كده الشتاء ببتدي اغسلهم واحده واحده ونستغطى بيهم ونفشهم على السراير. فاهمين وجهة النظر؟ انا متعوده بعمل كده من ساعه ما اتجوزت، وكانت امي كمان الله يمسيها بالخير على طول كانت بتعمل كده. هنا بقى زي ما شفتوا فكيت السرير خالص، وشلت الكراتين وشلت الملايه وشلت المرتبه وكل حاجه، وقسمت كده السرير على جزئين. خدت الجزء الاولاني ده كنسته كنسه حلوه ومسحته وظبطته ورصيت الحاجه، وبعد كده خدت الجزء التاني. طبعا انا يعني مسرعه لكم الفيديو واخده لكم كده اجزاء بسيطه، بس عايزه اقول لكم طلع عيني حرفيا. ده غير بقى الحر. عايزه اقول لكم كنت بشر ميه والله العظيم، والمروحه قدامي وكنت بشر ميه. الجو بقى صعب قوي. كنستها طبعا كنسه حلوه وظبطتها ومسحتها مسحه حلوه. وهبتدي بقى ايه؟ ارص المولر زي ما انتم شايفين رصيتها، وهبتدي بقى ارص الكراتين. لازم احط كراتين لان انا عندي فرق واسع في الملل، فبحب احط الكراتين بتظبط كده الدنيا وتملى الاماكن الفارغه اللي بتبقى بين الملل. تمام. حطيت بقى بعد كده المرتبه زي ما شفتوا اهو، حطيت الملايه فرشتها، وهبتدي اركب كده المخده، وهشيل بقى السجاد خالص وهنكنس كده كنسه حلوه، وبرده همسحه مسحه حلوه بالشبشوبه، وهنفرش السجاد بتاعنا. وكده ابقى خلصت الاوضه وبس، خليتها زي الفل. هي طلعت عيني بس رجعت زي الفل. بصوا بصوا كميه التراب وكميه اللعب اللي متكسره وكميه الدنيا. بصوا الاوضه دي بتتهلك بطريقه فظيعه ما اقولكوش يعني. بصوا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه احافظ عليها.
هنا بقى بعد ما مسحتها وظبطتها وفرشت السجاد وفردت الستارة وكده بقيت زي الفل. نرش بقى المعطر بتاعنا. فريدة حبيب قلبي هظبطه كده ونرش المعطر بتاعنا وهنطفي النور بقى بتاعنا، وتعالوا نخش على المطبخ نشوفه هنعمله ايه. لو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا وقمتي اتشجعتي وقمتي عملتي اي حاجة وراكي، حطي لايك لاختك. خلصنا الاوضه وطلع عينينا فيها وبقيت زي الفل، مش هتقعد 10 دقايق وهليها تقلب تعدل تاني. دخلت بقى كده على المطبخ. النهارده هنعمل حاجه حلوه جدا، انا اول مره اجيبها في حياتي، جربتهاش قبل كده وما دقتهاش قبل كده، وهجربها معاكم وهعملها معاكم. عباره عن ايه؟ هنعمل دلوقتي طريقه كفته عاديه. تمام. هجيب بصلتين او 3 وسط كده صغننين مع لحمه مفرومه، وهحضر الكبه بتاعتي وهبتدي اضرب البصل بتاعي اهو. هضرب البصل بتاعي في الكبه وهنعمه بالشكل ده. وعندك ايه يا هند في الطبق اللي هناك ده؟ عندي حاجه اسمها المنديل. ايه المنديل دوت؟ دي عباره عن حاجه كده زي الدهنه الضاني، اسمه طرب. في بيقولوا عليه طرب وفي بيقولوا عليه المنديل، فمش عارفه يعني. انا حتى لما جبته من الجزار قلت له عايزه المنديل او الطرب، انا مش عارفه انتوا بتسموه ايه. فهو بيتباع قطعه كامله كده على بعضيها، وكل بقى جزار وحسب امانته واللي بيديهولك يعني. فانتي لو عايزه تجيبيه تجيبيه من جزار موثوق منه، تجيبيه كده يطلع معاكي ضاني وحلو جدا. انا شفت طريقته على النت، في كذا حد بيعملها بكذا طريقه وليه كذا طريقة يعني، فاهمين؟ فقلت بقى هعمله بالطريقة اسهل طريقة معاكم. وهو بيتعمل بيه يعني طرق ياما، وبيتعمل بيه هو بيتحشى وبيتحط تحت طاجن، بيتحط في حاجات ياما. هنا زي ما قلت لكم انا عملت كفتة عادي اهو. ضربت البصلايه وصفيتها من المية خالص بتاعه البصل، وحطيت شوية بهارات المشاوي، وحطيت ملح وفلفل اسمر، وعجنت كل ده مع بعضه. تمام. ده شكل المنديل اهو. انتي بتجيبيه من عند الجزار وبتبتدي تحطيه في طبق وبتقلبي عليه شوية مية دافيين حلوين، دافية ولا سخنة قوي ولا ساقعة، دافية زي هو الجزار قال لي كده زي دمع العين. تمام. بيتفرد معاكي اكتر. حلو. فانتي بتبتدي بقى تفرديه كده، وبتبتدي تعملي بقى الكفتة. بتصبعي الكفتة عادي بقى. شوفي بقى، عايزه تعمليه كبير زي الشندوتش ماشي، عايزه تعمليه قطع صغيره زي ما انا هعمله ماشي، عايزه تعمليه وسط ماشي، ايه اللي يعجبك اعمليه. بصوا بقى، انا جبت صوابع الخشب بتاعه الشيش طاووق ديت، وببتدي اصبع عليها اللحمه زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. بصبع كده عليها اللحمه. انتوا عايزين تحطوا اللحمه على طول براحتكم يعني، بس انا بصبع عليها اللحمه احسن. هبتدي كده الفه، مش للاخر بقى، هلفه لفتين 3 مش اكتر، وزنقي كويس وابتدي اقطعي اهو. انتي بقى عايزه تخني براحتك، عايزه ترفعي براحتك، عايزه تعمليه كبير براحتك، عايزه تعمليه صغير براحتك. انا هعمله حجم وسط يعني، تاخدي كده الحته في ايدك تتاكل على طول. تمام اهو. هنا السكينه كانت مزولاني مش عايزه تقطعها عشان كانت تلمه، جبت السكينه التانية وقطعت بيها. اهو. اهي. بس كده. هبتدي بقى اعمل بعد ما قطعته كده بالطول، هبتدي اقطعه بالعرض اهو. الطول ده بقى بتاعك انت بقى، شوفي بقى الطول اللي انت عايزاه قطعيه اهو. بس كده. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا. كملي الفيديو وشوفي هنعملوه ازاي، هيعجبك. او عايزة اقول لكم والله العظيم طلع طعمه زي العسل. هبتدي بقى اجيب خشاب الشيش طاووق ديت، وهبتدي احط فيها اللي انا قطعته بالشكل ده اهو. سهلة جدا وبسيطة جدا. انت حتى لو مبتدئة او لسه بتعملي جديد مش هياخد وقت معاكي، وسهل جدا معاكي اهو بالشكل ده. هجيب بقى طبق، هجهز طبق، وهبتدي بقى ارص عليه بقى اللي انا بعمله. جبت بعد كده تاني، بصوا بوريكم بقى ليه بقى كذا طريقة بقى. بصي، يا عايزة تعملي واحدة طويلة طول وتصبعي وتقسمي بالنص، عايزه تعمليها نفس الحجم من غير ما تقسمي بالنص، حلو برضو، ما في مش هيقول عني. اللي يعجبك اعمليه. قولي كده على النت، اعملي سيرش على النت وقولي طرق الطرب او المنديل، هتلاقي لي كذا طريقه. ودي الكميه اللي انا عملتها، عملتوش كله طبعا، عملت الكميه ديت بس.
عملت يعني تقريبا نصه يعني. تمام. وبتجيبي طاسة على النار، ما بتدهنيهاش حاجة لان هو بينزل كل دهونه، هي دهنة، فبينزل كل دهونه فبتسوي منها فيها. مية البصل بقى اللي سبتها دي عملت فيها ايه؟ حطيت عليها معلقة صلصة، وحطيت عليها شوية ملح وفلفل اسمر، وبهرتها كده وخليتها حلوة، وشوية زيت صغننين، وقلبت كل ده مع بعضه. وببتدي ادهن الطرب بتاعي او المنديل بتاعي وهو على النار كده بيتحمر، بيتشوي اهو. وكمان قشرت كده شوية بطاطس وقطعتهم صوابع عشان ما اطولش عليكم. وحضرت كده الطاسة بتاعتي وهبتدي اقليهم معاهم اهو. شايفين؟ بقلب بقى يمين وشمال لحد ما يحمر يتشوى من الجناب كلها. مية البطاطس اهي زي ما قلت لكم اهو. ببتدي بقى ايه، كل ما اقلب جنب ادهن بالفرشة، كل ما اقلب ده جنب بدهن بالفرشة. ده شكله، بصوا شكله لسه كمان هتشوفوه لما يطلع معايا، هيبقى تحفة 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 اهو. انا كنت بقسم الخشبة ديت لانها كانت طويلة على الصينية، وما كانش نازلة لتحت، فما كانتش اخر حتتين طايلين الطاسة اهو. هبتدي بقى ايه، قلت كده ارفع دول واحط واحدة تاني عشان انجز وقت اهو. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عملت كده شوية بطاطس خدوا مني طاستين، مش كتير. والتاني كان على نار بقى، خلي بالكم انا سايباه على نار وسط، ولا عالية ولا واطية، نار وسط كده هادية حلوة تسوي لي اللحمة المفرومة جوه، وكمان تسوي معايا الطرب بتاعي اهو. من الوقت للتاني بدهن مية البصل اللي انا محيقاها، وحط لها معلقة صلصة، وحط لها البهارات بتاعتها ملح وفلفل اسمر وشوية زيت، ومظبطاها كده عشان تدي تحقيقة حلوة للطرب بتاعي. في ناس كمان بتحب تحيق المنديل لوحده، يعني انا كمان شفت في فيديوهات بيحيقوا كده المنديل ده لوحده، بيعملوا تحقيقة مية بصل وملح وفلفل اسمر وشوية خل وشوية ليمون تقريبا، وبيقلب الليلة دي كلها على بعضيها، وبيبتدوا يحطوا المنديل فيها قبل ما يحشوا اللحمة المفرومة. في ناس بتحب تحيقه، بس انا ما حيقتوش، انا كده كده كنت عامله حسابي ان انا هحيقه بميه البصل وهو على النار، كانك بتشوي كده على شوايه، فاهمني؟ كانكم بتشوي كده على شوايه يديكي نفس النتيجه. احنا بنعمل على الطاسه دي بديل الشوايه. هنا بقى كنت طلعت طاسه البطاطس الاولانيه، وادي التانية اهي بحطها. تمام اهو. بصوا اهي. هبتدي بقى ادهن زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم انا من الوقت للتاني بدهن بالشكل ده. طبعا هنعمل معاه سلطة الطحينة كده حلوة قوي، هنعملوها برضو مع بعض، هتشوفوها دلوقتي. سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد في ايدك وقت، واكلة جميلة ومغذية، بس هي دسمة، يعني اللي بيعملوا رجيم يطلعوا من الفيديو اللي بيعمل رجيم يطلع من الفيديو من الاخر يعني. بص بقى شكله، شايفين الجمال اهي، شايفين الحلاوة يا ولاد؟ الله على الجمال، الله على الجمال. وعايزة اقول لكم الريحة كانت خيال، والله بجد الريحة كانت حلوة قوي قوي قوي، يعني الريحة ما كانش ليها حل اهو. هعمل بقى الباقيين، يلا الدنيا ولعت تاخدوش في بالكم، عادي، احنا بنولع في المطبخ وبنطلع كويسين، مفيش اي حاجة، عادي خالص، احنا زي الفل يا جماعة، احنا زي الفل، اتعاملي كده يا ربي الحمد لله اهو. حطيت بقى زي ما انتم شايفين الطاسة التانية، وهبتدي برضو اجيب مية البصل برضو، وافضل ادهن فيها لحد ما تاخد التحمير بتاعها. بصوا شايفين على طول، ما خدتش وقت خالص اهي. انا كنت خلصت هنا البطاطس فنقلت الطاسة على العين ديت، وشلت البطاطس، شلت طاسة البطاطس اهو زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال يا جماعة؟ الاكل ده ليه مزاج كده، وليه بصوا ريحة كده ونفس لا لا لا، ده شغل على كبير يابا، مش اي حاجة هنا بقى جبت الطحينة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اعمل معاكم سلطة الطحينة كده سريعا. تمام. نزلت كده بكيس الطحينة، وهبتدي انزل بالمية حبة حبة لحد ما يديني السمك اللي انا عايزاه اهو. هبتدي اقلب وانزل حبة حبة. اللي ما يعرفش يعمل سلطة الطحينة اهي،
سهلة جدا وبسيطة جدا ومش مستاهلة يعني انك تدوري على فيديوهات وتجيبيها يعني. هي شوية مية، شوية خل، شوية ليمون، وشوية زيت وملح وفلفل وكمون، مش فلفل اسمر. بس كده، سهلة وبسيطة خالص. بصوا السمك ده كده زي الفل معايا، مش هزود مية تاني. هجيب بقى الخل بتاعي وهبتدي كده انزل بشوية حلوين بالشكل ده اهو، وهبتدي اقلب تاني الطحينة بتاعتي. بعد ما اقلب كده الطحينة بتاعتي هحط بقى ايه شوية زيت حلوين اهو. وبعد ما انزل بشوية الزيت كنت محضرة الليمونة، اخر حاجة بحطها عصرة الليمونة، ليمونة كاملة. تعصري كده عليها الليمونة اهو، تشيلي بس البذر منها وتعصري الليمونة بتاعتك. بعد كده تحيقي بقى، تحطي ملح وتحطي الكمون بتاعك، مفيش اسهل منها. ولازم تتعامل مع الطرب بتاعنا، شوية بطاطس مع شوية طرب مع سلطة الطحينة. وتجيبي كده بقى العيش البلدي اللي هو بيتباع في الفران ده بجنيه، وابتدي بقى احشي الرغيف بتاعك وكلي احلى اكل. وبألف هنا وشفا ليكم، جربوها وحلوة قوي. والطرب ده مش غالي على فكرة، اسعاره حلوة جدا. روح عند الجزار وقولي له عايزة المنديل او الطرب، هيديهولك على طول بكل سهولة. هي بتبقى حتة على بعضيها، بس روح عند حد موثوق منه، لان في ناس بيبقاش عندها امانة وما بتديكيش المنديل نفسه، لا بتديكي دهنة. ده شكله اهو جميل 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 جميل. هطلع لكم حته كده اوريها لكم. بصوا مستوي من جوه ومن بره، وطعمه تحفه تحفه. تاكليه كده مع الطحينه زي الفل وشويه بطاطس. الف هنا وشفا ليكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون خفيفه عليكم. واستنوني في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله وسلام.